كنت نسمع في الانترنت ونشوف باللي الشنقريحة تقل في المغرب في أمقالة. تعرفون نصرة أمقالة 1 وأمقالة 2. صراحة كنت دايما نظن باللي هذا كلام تاع ذباب مغربي. كاين ذباب مغربي ونعرف مرات يقول برك ويسبوا الجزائر وما يفرقوش ما بين الكابرانات وما بين الجزائر إلى آخره. كاينين كما كاين ذباب الجزائر إلى آخره. فكنت أعتقد هذيك ولأني أعرف أنه قضى سنوات ربما بينه وبين مكتب شنقريحة 50 متر أو 100 متر، فيعرف شنقريحة جيدا. فسألت عليه، قال لي كثير أشياء على شخصية شنقريحة، وبالنسبة له هو أن الشنقريحة مريض نفسي. قال لي ماهوش برك راهو الآن 81 سنة وعنده أمراض جسدية وهذا طبيعي، الإنسان كبير ومشاكل بيولوجية ويشخر في الاجتماعات ومش هذه برك. قال لي لا، قال لي هو مريض نفسي. قال لي يكره الشعب، يكره الناس، يكره الجيش، يكره اللي يخدموا معاه، يكره البشر. وتحدثنا مطولا في هذا وأعطاني بعض الأدلة. مش هذا هو موضوعنا الآن. موضوعنا نتاع نقطة لما جبت أنا العداء اللي راهم دايرينه مع أشقائنا المغاربة. قال لي، قلت له فيه كلام أعتقد أنه ذباب مغربي، يقولوا بالآن شنقريحة تقل في أمقالة وربما عذب ربما بطريقة سيئة وربما حتى تحرشوا به ومش عارف إلى آخره. قلت له وش تقولوا أنتم، مش كنتوا تسمعوا؟ قال لي هذه حقيقة. قلت له راك متأكد؟ قال لي نعم. وقال لي نأكد لك باللي اعتقل. قال لي فيه كلام يقولوا 53 يوم وفيه كلام يقولوا 56 يوم، ولكن ما بعد كانت هناك تدخلات ووساطات ودخل الصليب الأحمر وتم إطلاق سراح الأسرى ما بين المغاربة والجزائريين، لأن كان أمقالة 1 وأمقالة 2. أمقالة 1 المغاربة خذوا أسرى من الجزائريين، وأمقالة 2 الجزائريين خذوا أسرى من المغاربة. وعدد الجزائريين لآنذاك كانوا حوالي 100 اللي اعتقلوا. قال لي نعم كان معهم. وقال لي هذه تفسر سلوكه في اتجاه المغرب، لأن قال لي ذكر لي حاجة أخرى. قلت له راهو في مارس 2016 فيما أذكر، قبل ما نكمل له قال لي قال العدو المغربي. قلت له راك تتذكرها؟ قال لي نعم. قال لي صرات عليها كبيرة، والمفروض أنه كان يومها القايد صالح قرر طرده، لكن في لحظة معينة من عارف وش صرا ما بين القايد صالح والسعيد. السعيد كان يومها هو الرئيس الحقيقي. عاقبوه، لا أدري ما كان الموضوع تاع العقوبة، ربما أجلوا له كاشترقية أو باش يرحلوه من بشار، لأنه هو بعثوه لبشار عقوبة، يعني المفروض يقعد في الصحراء 4 سنين 5 سنين. راح من 2003 إلى 2018 15 سنة وهو في بشار. وعموما العسكريين يقضوا 5 سنوات في الجنوب في النواحي عموما يعني، واللي عاقبهم مرات يقعدوا 8 سنين 10 سنين 12 سنة إلى آخره. طبعا الجنوب يديروا عقوبة هما. فقال لي لما قالها في مارس، ذكرني هو حتى بالتاريخ، قال لي لما قالها في مارس 2016 قال لي كان هناك غضب رهيب عليه من طرف القايد صالح والسعيد، وقالوا له مش هذا هو موقفنا الرسمي. موقفنا الرسمي أن عندنا خصومة مع النظام المغربي، عندنا حدود مغلقة، لكن عندنا تبادل دبلوماسي وعندنا علاقات جوية وعندنا نحينا التأشيرات إلى آخره. وقال لي أن القايد صالح يومها مسخوا وكان المفروض يطردوا،
قال لي لا أعرف ماذا جرى. بعدها بأيام سمعنا بأنهم عاقبوه، وربما هذه اللي زادوا له 2 على الأقل أبقاها بشار، لكنه بقي. فهو أكد لي حقيقتين، على الأقل هذا الشاهد يعني، وهو ضابط كما قلت كان مكتبه قريب جدا من مكتب شنقريحة في فترة معينة، مش حنحددها باش مش راح يبحثوا على هؤلاء الضباط. في فترة معينة كان قريب جدا من مكتب شنقريحة. قال لي فعلا سجن في قضية أمقالة، وفعلا عوقب، وإن كان لم تتم الإطاحة به في آخر المطاف، لما قال العدو المغربي في لقاء اجمع فيه آنذاك